في فيديو النهاردة هاعرّفكم إزاي نعمل الرز بلبن بالطعم المميز اللي بنشتريه من برّه ويمكن أحلى كمان، وهنعرف كمان إزاي يبقى الرز طالع معانا كريمي وطعمه غني كده ولذيذ جدًا، جدًا. يالّا بينا مع بعض على الطريقة، وأول حاجة هنعملها هي إننا نسوّي الرز. معايا نُص كوباية من الرز غسلتها كويس جدًا ومش منقوعة، يعني هي يا دوب مغسولة ومتصفية فقط. هاحط على الرز كوبايتين من المَيّة الباردة وهاغطّي على الرز وهاسيبه على نار عالية يغلي غلوتين، وبعد كده باهدّي النار واسيب الرز يتشرب تمامًا المَيّة بتاعته ويستوي. وهنا بعد لمّا الرز اتشرب المَيّة بتاعته واستوى تمامًا، هاضيف عليه كيلو من الحليب، وهنقلّبه تقليبتين مع الرز وهنسيبه يغلي غلوتين، وبعدين نضيف الإضافات التانية. والحاجات اللي هاضيفها دي دلوقتي دي اللي هتخلّي الرز معانا طعمه غني كده وكريمي. هاحط عليه معلقتين كبار من اللبن البودرة، وكمان 3 معالق كبار من الكريم شانتيه، وهندوّبهم كويس مع الحليب، وبعدين نضيف كوباية من السكر. وخلّوا بالكم السكر لازم يكون لونه فاتح علشان ما يغمّقش الرز بلبن في الآخر معاه. الخطوة دي اختياري، لكن هي بتعزّز طعم اللبن وبتخلّيه دسم أكتر، وبتخلّي الرز بلبن معايا يبقى كريمي وطعمه غني كده. هاحط مكعب من الزبدة، مش حابين تضيفوا زبدة أو ما عندكمش زبدة وعندكم قشطة ممكن تضيفوا منها معلقة، وهنقلّبهم تقليبتين كده لحد ما الزبدة والسكر يدوبوا تمامًا. وآخر إضافة علشان تضبط القوام هنحط 3 معالق كبار من النشا عليهم ربع كوباية من المَيّة، هندوّبهم كويس وننزل بيهم على الحليب والرز. وممكن كمان علشان نزوّد نكهة الرز بلبن نضيف معلقة صغيرة من الفانيليا أو نضيف معلقة كبيرة من مَيّة الورد. وهنسيب الرز بلبن يغلي غلوتين على النار لحد ما القوام بتاعه يضبط معانا ويبقى معانا بالشكل ده كده. وهو ده قوام الرز بلبن المضبوط، لا هو خفيف ولا هو تقيل. ونخلّي بالنا إن هو بيتقل بعد كده، يعني لمّا تحطّوه في التلاجة بيبرد ويمسك نَفْسه أكتر. هنحطّه بقى في كاسات التقديم أو طواجن زي دي كده بتدخل الفرن. والطواجن اللي بتدخل الفرن هاحطّها في صينية بالشكل ده كده وأحطّها تحت الشواية شوية تاخد لون من فوق. والطواجن دي فعلًا هي اللي بتاخد قلبي، طعمها بيبقى خطير بعد التحمير. قبل ما أنسى، ما تنسوش تحطّوا نُص كوباية من المَيّة في الصينية من تحت، تحت الطواجن قبل ما تدخل الفرن. بنسيبهم بقى يبردوا تمامًا، وبعد كده بنحطّهم في التلاجة بس نغطّي وشّهم الأول ونسيبهم لتاني يوم. لكن أنا كالعادة مستعجلة دايمًا، سِبتهم بس يبردوا وحطيتهم شوية في التلاجة يا دوب ساعة، وبعدين خرّجتهم وأكلنا على طول. عايزة أقول لكم بقى إنكم لازم تعملوه بالطريقة دي في البيت، خطير يا جماعة. مهما أقول لكم وأوصف لكم هو حلو إزاي، مش هاعرف أوصّل لكم إن هو فعلًا، فعلًا جامد. يا نهار أبيض على الحلاوة بجد، خفيف وغني في نفس الوقت. ما تنسوش بقى تجرّبوه وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.